لو عندكم فراخ مخلية ومحتارين تعملوا بيها ايه وزهقتوا من الطرق التقليدية، تعالوا نعمل فراخ بالبصل والكيجن بس في حتة تانية خالص. عندي الطاسة سخنتها كويس، حطيت معلقة كبيرة زبدة وبصل متقطع جوليان، هشوحه لحد ما يبقى شفاف، اركنه على جنب كده وانزل بفراخ متقطعة مكعبات، صدور او وراك زي ما تحبوا. ما حركهاش اول ما انزلها، احط 3 فصوص من الثوم متقطعين شرايح، تاخد تشويحة، اقلبها مع البصل واحط هيل وورق لورا، شوية من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من بهارات الكيجن ودي موجوده في السوبر ماركت او عند العطار، بابريكا وملح، معلقه صغيره من بشر الليمون وزيها بشر برتقان، ودول هيودولي الطبق في حته تانية صدقوني. شويه ميه سخنه صغيره، واغطي بقى واوطي النار واسيبها تستوي 10 دقايق، وافتح احط عصير ليمونتين كبار ومعلقه كبيره من عسل النحل، وندوق بقى ونظبط ونشوف محتاجه ايه، نسيبها بس تغلي 5 دقايق ونغرف في الطبق، وصدقوني هتاكلوا فراخ تجنن، جربوها وهتدعولي.